من النهارده مش هنشتري جاتوه خلاص تاني. تعالي يلا نشوف الفيديو اقول لك على طريقه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه. من كوبايتين دقيق هنعمل 24 قطعه جاتوه. حاجه يعني كده عظمه، مفيش احلى ولا اجمل من كده، حاجه تشرفك قدام ولادك وقدام ضيوفك. اتفرجي على الفيديو الاخر عشان نشوف كل حاجه تفيدك، ويا ريت لو عجبك الفيديو متنسيش في لايك، متنسيش في الشير. سمي الله. ومعانا المكونات كلها هنضربها مع بعضها في الخلاط. معانا كده كوبايه من اللبن، ومعايا كوبايه وربع من السكر. عاوزه برضو تقللي يعني كوبايه بس عادي خالص. انا حطيت كوبايه وربع من السكر، ومعايا 3/4 من الزيت. ضفت الزيت كله، وهضيف بقى معلقتين من الكاكاو. ما بضيفش البيض دلوقتي عشان خاطر انا باخد الاول الصوص اللي انا هعمل احطه على وش الكيك او الجاتو بتاعي، وبعد كده ببدا اضيف البيض في الخطوه التانية. خليكي معايا كده واحده واحده عشان تشوفي الطريقه صح. انا كده خلاص ضربت الخليط كله، بص بيبقى تقيل كده زي ما انتم شايفين. ببدأ ان انا اخد نص الخليط بتاعي بركنه على جنب، والخليط بقى الباقي ببدأ اضيف عليه البيض. خلاص كده زي ما انتم شايفين انا هركنه كده على جنب، وهضيف عليه بقى البيضتين، وهضيف عليه كيس الفانيليا. معايا بقى المكونات، معايا كوبايتين من الدقيق. هبدا كده اعمله بالمنخل لان لازم الخطوه ديت، يعني عشان خاطر الكيكه تبقى كده مفتحه معايا ما تبقاش مكتومه. هبدا ان انا كده انخل الكوبايتين الدقيق بتاعي، وبعد كده هبدا اضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيس اللي هو البيكنج باودر. هبدا ان انا كده اضيفه على الدقيق. اقلب كده المكونات كلها كده جافه مع بعضيها، وهبدأ بقى اضيف الخليط بتاعي اللي انا ضفت عليه البيض. طبعا زي ما قلت لكم ان نص الخليط انا شلته، والنص التاني ضفت عليه البيض. هبدأ بقى ان انا اقلبه مع الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. ده القوام بتاعه، طبعا هو القوام بتاعه بيخف لما بضيف عليه البيض. انا هقلب كده المكونات مع بعضها، ولو احتجت حسيت ان هو احتاج كده لبن او احتاج ميه ببدأ ان انا ازود كده سنة بسيطة. خليك كده معايا الفيديو الاخر عشان تشوفي كل حاجه تفيدك. ولو وصلتوا معايا لحد دلوقتي متنسوش تصلوا على الرسول، تدعموني بلايك وشير عشان الصفحه تنجح وتكبر بيكم ان شاء الله. انا ضفت كده ربع كوبايه ميه، حطيتها في الخلاط كده اللي هو مكان الخليط بتاعي، وسنه كده من الكاكاو عشان حسيت ان اللون كده كان فاتح شويه. كده خلاص الخليط بتاعي بقى جاهز. معايا بقى صاج هبدا ادهنه كده دهنه من الزيت، وهبدأ بقى اصب الخليط بتاعي. طبعا قبل ما نبدأ في اي حاجة بنكون مشغلين الفرن، لان الفرن لازم يكون سخن عشان اول ما احط الكيكة تبدأ ترفع معايا ما تهبطش. هبدأ اصب الخليط زي ما انتم شايفين كده، ده القوام بتاعه المظبوط. هبدأ اصبه كده في الصاج. الكمية ديت او الصاج دوت هيطلع لي 22 او 24 قطعة جاتوه حسب التقطيع اللي انت تقطعيها. يعني ممكن يطلع لك 24 قطعة جاتوه. طبعا لازم ان انتي تفتحيش الفرن قبل تلت ساعة عشان الكيكة ما تهبطش معاكي. عندك خلة كده ابدأي ان انتي اعملي كده عشان خاطر الكيكة تبقى يعني كلها متساوية، ما فيش حتة عالية وحتة واطية. وابدأ ان انا اخبطها كده خبطتين عشان تطلع اي هوا. وخلاص كده هبدأ ان انا احطها بقى في الفرن تلت ساعة، وبعد كده هبدأ ان انا اطلعها بعد تلت ساعة. عبال بقى ما الكيكه تستوي احط الكريم جانتيه. معايا نص كوبايه من الكريم جانتيه، ربع كوبايه من السكر عشان ده كريم جانتيه خام بدون سكر، كوبايه ميه متلجه. هتقولي لي في ساعات كريم جانتيه ما بياخدش ربع كوبايه ميه. فعلا حقيقي انا جربت النوع دوت ما طلعش حلو خالص عشان بيبقى اللي هو عليه سكر. فيعني المستحب ان انت تجيبي الكريم جانتيه اللي هو الخام اللي معلوش سكر. ضفت كده نص معلقه من الكاكاو بعد ما ضربتها عشان خاطر اللون زي ما انتم شايفين بيطلع حلو جدا، وكمان الكميه بتبقى كبيره قوي. طلعت الكيكايه ومعايا ربع كوبايه من اللبن، حطيت فيها كده رشه من السكر ورشه من الكاكاو، قلبتها وابدا ان انا بقى اعمل كيكايه بالشوكه. الخطوه دي مهمه، بتدي الكيكه كده طراوه وتخليها طريه كده وحلوه قوي. بتبداي ان انت ترشي عليها كده كام معلقه كده من فوق، وتسيبيها دوبك بس دقيقه ان هي اتشربت كده معلقتين اللبن اللي حطيتهم.
وحسيت كده ان يعني بتزيد كده، بتنتفخ كده شويه لما بتشرب يعني معلقتين اللبن دول كده، بتبقى طريه كمان وحلوه قوي. معايا بقى الكريم جانتيه بتاعي. طبعا بعد ما بعمله بحطه في التلاجة شويه. ببدأ ان انا بقى يعني افرده كده على الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي كله. ببدأ ان انا احطه نص. انا خلاص كنت حطيت الكريم جانتيه وسبته كده نص ساعه في الفريزر لما ربط كده شويه معايا، وبدات يبقى معايا الصوص بتاع الشوكولاته اللي انا كنت شايلاه في التلاجة او بره التلاجة عادي خالص. ببدا ان انا افرده بقى كده على على الجاتو بتاعي. يا رب يكون المعلومه بتوصل لكم، لان انا بصراحه كده خلاص حطيت صوص الشوكولاته كله. معايا معلقه كده من الكاكاو، هبدا ارشها على الوش. حابين تعملوها، مش حابين برضو عادي خالص. انا بحس بصراحه ان هي بتخلي منظر الجاتو كده متساوي كده من فوق، وشكله حلو قوي، بيديها كمان طعم جميل. ابدأي كده رشيه كده كلها على وش الصاج بتاعك، وهبدا بقى ان انا اقطعها. التقطيع بقى اللي قلت لكم عليه، اقطعها كده زي حتت الجاتو. يعني هنقطعها حوالي كده من 22 قطعة ل 24 قطعة زي ما قلت لكم، حسب سمك الحتة او قطعة الجاتو اللي انتوا هتقطعوها. نقطع كده الصاج بالطول كده 3 مرات كده بالسكينة. انا حبيت ان الحتة دي ما حبيتش ان اقطعها عشان خاطر تشوفوا التقطيعة كده بتتقطع ازاي، ان انت تقطعي حتت الجاتو تطلع معاكي مظبوطة. طبعا يعني كل مره بتقطعي لازم تمسحي السكينه زي ما انتم شايفين كده، عشان ما ينفعش تقطعي مره تاني، عشان ما يبقى كده السكينه فيها كريم جانتيه او حاجه فهتبوظ لك منظر الجاتو. فبعد كل قطعه كده بتبداي ان انت تمسحي السكينه وتبداي تقطعي تاني. انا كده خلاص قطعت الجاتو بتاعي كله، بقى جاهز زي ما انتم شايفين كده، قطعه حلوه جدا مش صغيره. معايا بقى كريم جانتيه كده من باقي معايا. ببدأ احط بقى، يعني اعملي بقى باي منظر انت حابه تعملي. انا بس قلت اعمل كده حاجه سهله، كنت مستعجله شويه فحبيت ان انا اعمل حاجه كده سهله. بس يعني ممكن تشكلي بقى زي ما انت عاوزه في شكل الجاتو، او حسب الحاجه اللي انت هتشكلي بيها موجوده عندك. دي كده حاجه بتبقى سهله وكمان بتدي منظر برضو حلو كده لما اقطعه كده هتشوفوها. عندي كده حاجة كده احطها، ده فستق الكداب. انا برضو كنت عاملاه كده حلقة على قناتي، لو عاوزين تشوفوه بيتعمل ازاي. بعمله كده للتزيين، بيدي بصراحة للتزيين حلوة قوي. جاتوهات حلويات بيدي تزيين حلو قوي. لو حابين تشوفوا الفيديو كده وتعملوه يبقى موجود عندكم زي ما انتم شايفين كده، على يعني اي ناحية كده من الحتة او قطعة الجاتو. ببدأ ان انا احط عليها كده شوية صغيرين، تدي بس منظر كده لقطعة الجاتو. عندك بقى فاكهة عاوزة تزيني بفاكهة، عاوزة تزيني بشوكولاتة مبشورة، اي فاكهة عندك او اي شوكولاتة ممكن تبشريها وتزيني برضو بيها، لو انتوا حابين يعني تزينوا بفاكهة. بس كده زي ما انتوا شايفين خلاص انا كده زينت الصاج بتاعي كله زي ما انتوا شايفين بقى، يعني شكله بصراحة حلو جدا. نبدأ نطلع منه كده قطعة واوريكم بقى العظمة بقى اللي احنا عملناها من كوبايتين الدقيق. طلعوا معانا طلع معانا شكله عامل ازاي. ده كده خلاص الشكل النهائي للجاتو بتاعي. هطلع كده قطعة واوريكم بقى شكلها جميل ازاي. حاجة يعني نعرف نعملها في البيت، ليه نشتريها وسعرها غالي؟ فاحنا نجرب كده ونعملها في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك، ما تنسونيش في الاشتراك، وفعلي زر الجرس، دوس على كلمة الكل عشان تشوفي معايا كل جديد.